بيبدأ الفيلم في مطعم اسمه هانجر، وبيكون مطعم كبير ومش بيدخلوه غير الناس الأغنياء والمشاهير، ورئيس الطباخين اسمه بول، وبيكون شيف مشهور وكل الناس نفسها تاكل من إيده. لكن شخصيته بتكون غريبة، وبيحب يجوع زباينه قبل ما ياكلوا علشان المطعم يبقى اسم على مسمى. وبنلاحظ إنه شخص دقيق في شغله، وبيحب كل حاجة تبقى مظبوطة بالشعرة، وبيبدأ يطبخ قدام زباينه، وأول ما بيخلص بيفضل ياكلوا وهما مبهورين من طعم الأكل. وبعدها بنشوف مطعم في حي فقير، والطباخة بتكون بنته اسمها شيا، والمطعم بيكون بتاع أبوها وهي ورثت عنه، وبقت بتطبخ بنفسها. وبنعرف إنها بتستخدم وصفات سرية في الأكل اللي ورثتها من عيلتها علشان تعمل الشعرية. وبنشوف زبون في المطعم اسمه جون، وأول ما بيدوق طعم الأكل بيعجبه، وبيروح يتكلم مع شيا، وبيديها الكارت بتاع مطعم هنجر، وبيقول لها إنها تستحق تبقى في مكان أحسن من ده، وبيسيبها وبيمشي. وبتستغرب شيا من تصرفه، ولما بتخلص الشغل بتقعد مع أصحابها وبتوريهم الكارت بتاع مطعم هنجر، وما بتكونش عارفاه، وبتقول لهم إنها جالها عرض شغل فيه. وبيتفاجئ الكل لما بيشوفوه وبيعرفوها إن هو أشهر مطعم في العالم، وإن دي فرصة حلوة ليها وهتشتغل فيها عشان تكسب فلوس كتير، وكمان تتعلم من الشيف بول وتتشهر وتبقى معروفة. ولما بتروح شيا البيت بتبحث عن اسم المطعم، وبيظهر ليها صور ناس كتيرة مشهورة، وبيكون شعار المطعم كل ما تاكل أكتر بتجوع أكتر. وبتنبهر باللي شافته، وبتتحمس إنها تروح. وتاني يوم بتكون في الشغل، وبيجي لها جون اللي اداها الكارت، وبيكون مستنيها قدام المطعم بعربيته، وبتقرر شيا تروح معاه المطعم هنجر. ولما بتوصل للمطبخ بتكون مبهورة بالأدوات والسكاكين اللي فيها، وفجأة بيدخل عليهم الطباخين، وبتخاف شيا والسكاكين بتقع منها، وبيعرفوها إنها هتعمل اختبار، وبيكون في طباخ جديد بيقدم معاها. لكن شيا بترفض، وبتحس إن دي إهانة ليها لأنها شايفة نفسها طباخة شاطرة، وبتستعد علشان تخرج. لكن بتلاقي الشيف بول في وشها، وبتتفاجئ لما بتشوفه، وبيطلب منها إنها تعمل طبق رز مقلي. وبيفرح الطباخ الجديد، وبيقول لها إن طبق سهل وبيبدأ يجهز فيه. وبتضطر شيا هي كمان تبدأ تعمل الطبق، وكان الطباخ بيتريق عليها وعلى المكونات اللي بتستخدمها، لكن الشيف بول كان مركز معاها ومعجب بأدائها. ولما بيخلصوا كل واحد بيقدم الطبق بتاعه، وبيكون الطباخ الجديد طبقه شكله أحلى ومنظم، وكان واثق إنه هيتقبل. لكن الشيف بول بياخد معلقة من طبق شيا وبيشمها من غير ما يدوقها، وبيبص للطباخ الجديد وبيقوله أنت مرفوض. وبيتصدم الطباخ، وبيتكلم مع بول بطريقة مش كويسة، وبيضرب بول بالقلم، وبيطرده برا المطعم. وبيسأل شيا هي ليه عايزة تشتغل في المطعم، وبتقول لشيا إنها عايزة تبقى مميزة. وبيعجب بول بكلامها، وبيجرب منها وبيشمها، وبيقول لها إن ريحة الشعرية بتاعتها ما بتناسبش المطعم بتاعهم، وبيطلب منها تستحمى وتلبس اليونيفورم بتاع المطعم. وبتفرح شيا وبتعرف إنها اتقبلت، وبتروح تاخد دش وبتغير هدومها، وبتلبس يونيفورم المطعم، وبتكون فرحانة ومش مصدقة نفسها. وبياخدها جون وبيعرفها على باقي الفريق، وبيقول لها إن عددهم 7 وممكن يزيدوا أو يقلوا في أي وقت على حسب مزاج الشيف بول. وبيقول لها على دور كل واحد فيهم، وإن كل واحد فيهم متميز بحاجة معينة. وبيدخل عليهم الشيف بول، وبيقول لهم إنهم عندهم حفلة لجنرال كبير في الدولة، وبيعرفهم على عدد الأفراد وعلى نوع اللحمة اللي الظابط طالبها، وبيكون نوعها غالي ونادر. وبيقول لشيا إن دورها هي تسوية اللحمة، وبيوريها إزاي تقطع اللحمة بالحجم المطلوب، وبيطلب منها تبدأ تعملها، وبيكون واقف جنبها ومركز معاها. وده بيخلي شيا متوترة، وبتفضل تجرب، لكن بيتخانق معاها علشان مش عارفة تعمل الحجم اللي هو عايزه، وإنها بتهجر اللحمة الغالية. ولما أخيرا بتنجح إنها تقطعها زي ما هو عايز يخليها تجليها، وبتفضل تجرب، لكنه برضه بيكون واقف فوق دماغها ومش عاجبه اللي هي بتعمله، وبيزعج لها قدام كل الطباخين، وبيقول لها لو عايزة تبقى مميزة لازم تسمع كلامه، وإلا أحسن لها ترجع للمطعم بتاعها وتفضل محبوسة فيه طول حياتها. وبتزعل شيا من طريقة كلامه، وبتفضل تعيط وبتقرر تسيب المطعم وتمشي. لكن بعدها بتغير رأيها وبترجع وهي متعصبة، وبتقرر تقبل التحدي، وبتطلع الطاسة وتبدأ تجلي اللحمة زي ما هو عايز، والكل بيمشي إلا هي. وبتفضل طول اليوم تحاول. وتاني يوم بيوصل الطباخين، وبيلاقوها نايمة على الأرض. وأول ما بيوصل الشيف بول بتصحى تبدأ تعمل اللحمة زي ما هو عايز، وهي بتبصله بنظرة تحدي. ولما بتخلص بتقدمها له، وبيمسكها بول وبيدوقها وبتعجبه، لكن ما بيرضاش يقول لها كلمة حلوة.
وبيقول لفريقه يجهز علشان يروح الحفلة، ومع اللي إيدها كانت اتحرجت من كتر الزيت اللي جه عليها، لكنها بتفرح إنها طلعت قد المسؤولية. ولما بيروح الحفلة بيكون فيها ناس مهمة، ومنهم شخص اسمه توماس وبيكون عنده سلسلة مطاعم، وعرض على بول إنه يموله لكن رفض. وبعدها بيوصل الجنرال المتقاعد وبيسلم على كل كبارات البلد اللي منهم وزراء وظباط، وبيطلب الشيف بول من الشيا إنها تعمل اللحمة قدام كل الضيوف. وبتكون متوترة وخايفة لكنها بتنجح إنها تعملها بالشكل المطلوب، وبيعجب الكل بيها وبيبدأوا يسقفوا لها، وده بيخليها مبسوطة وفخورة بنفسها. وبيبدأ الشيف بول يجهز الأكل والسفرة قدام كل الضيوف، وبيكون بيتعمد يعمل كده علشان يجوع الضيوف أكتر، وبيكون الكل مركز معاه وبيستنوه خالص بفارغ الصبر. ولما بيبدأ ياكلوا بيعجبهم طعم الأكل لدرجة إنهم لحسوا الأطباق من حلاوتها. وكان الشيف بول واقف وهو مبسوط، وبيروح توماس لشيا وبيديها الكارت بتاعه وبيقول لها لو احتاجت حاجة تكلمه. وتاني يوم بتروح شيا مع جون وهما بيشتروا مكونات الأكل اللي بيعملوه، وبنلاقي إن الشيف بول دايما بيشتري أغلى الأنواع لأنه مقتنع إن أحسن المكونات دي بتعمل أحلى الوجبات. وبعدها بيرجع للمطعم وبيبدأ يجهزوا للحدث اللي بعد كده، وبيكون كل واحد فيهم شغال إلا شيا اللي مش بتلاقي حاجة تعملها، وبتروح تتكلم مع الشيف بول وبتسأله إذا كان في حاجة ممكن تعملها، لكن بيقول لها إنهم مش مطلوب منهم لحمة علشان تجليها، وإنها لو زهقانة ممكن تنظف الأرض أو تغسل الأطباق أو ترمي الزبالة. وبتتضايق شو من كلامه وبتقول له إنها كانت مساعدة الشيف امبارح وهي اللي قدمت اللحمة في الحفلة، إزاي عايزها تعمل كده، لكن بيحب يديها درس وبيقول لها تروح تقطع السلطة زي ما واحد بيعمل، وفعلا بتروح تقطع زيه. وبيفضل الشيف بول واقف وراها بيقول لها تسرع أكتر لحد ما السكينة عورتها، وبيقول لها إنها ما بتعرفش تعمل حاجة غير الجلي، وبيسيبها وبيمشي. ولما بترجع البيت بتعمل لعيلتها أكلة حلوة، وبالرغم إن المكونات كانت غالية لكن ما عجبتهمش، وبيقولوا لها إنهم بيفضلوا الشعرية القديمة. وبتعرف شيء إن الناس طبقات وكل طبقة بتفضل نوع معين من الأكل. وبتروح شيا تزور جون في بيته وبيعلمها إزاي تقطع السلطة، وبيحط لها لزقة طبية على دراعها مكان الحرق، وكمان بيطبخ لها أكل من نوع اللحمة الغالية، وبيتغدوا سوا وبيقضوا وقت لطيف وهما مبسوطين وبيجربوا من بعض أكتر. وبتحس شيء إنها معجبة بيه. وتاني يوم بيروح المطعم وبيكون في واحد من الطباخين بيدخن سيجارة، وفجأة بيدخل الشيف بول وبيشوفه، وبيتوتر الطباخ وبيحاول يرميها، لكن بول بيجرب منه وهو متعصب وبيقول له إنه ممكن السيجارة تقع في الأكل اللي بيقدمه للزباين وساعتها سمعة المكان والشيف هتبوظ. وبيعتذر الطباخ وبيوعده إنه مش هيعمل كده تاني، لكن الشيف بول بيقول إن في حرامي في الفريق وإنه سرق لحمة غالية، وبيطلب من اللي عمل كده يعترف بدل ما يراجع كاميرات المراقبة، وساعتها هيسلموا للشرطة. وبتكون شيا شاكة إن جون هو اللي عمل كده لأنها شافت عنده نوع اللحمة الغالية، لكن واحد تاني من الفريق بيعترف على نفسه وبيقول إنه كان نفسه يدوق طعم اللحمة اللي بقاله سنين بيطبخها للزباين. وبالرغم إنه بقاله سنين كتيرة في الفريق لكن الشيف بول بيقرر يطرده، وبيتصدم الطباخ من كلامه وإنه استغنى عنه من أول غلطة، وبيرمي اليونيفورم وبيخرج من المطعم. وبعدها بيروحوا عيد ميلاد بنت صغيرة وبتكون مريضة ومش بتخرج من البيت، ووالدها عايز يفرحها وبتقدم لها أشياء الأكل بنفسها، وبتفرح الطفلة وبتحط لها نجمة على هدومها. ولما بيروح جون علشان يقدم الشوربة بيشمها بولو وبيرميها، وبيبدأ يعمل شوربة تانية بسرعة من مية الحنفية، وبيستغرب الكل من تصرفه. ولما بيرجع المطعم بيكون متعصب لأن الشوربة كان فيها جمبري والطفلة عندها حساسية منه، ولو كانت خدت معلقة واحدة منها كانت ممكن تموتها. وبيعرف إن اللي غلط الغلطة ده هو المساعد بتاعه، وبيتهمه إنه غيران منه علشان أصغر منه في السن وأشهر منه، وبيقول له إنه هيبوظ سمعته، وما بيقدرش المساعد يستحمل أهانته ليه، وبيضربه بالسكينة في بطنه وبيهرب. وبيصدم الكل من اللي حصل وبيطلبوا له الإسعاف وبنقولوا له المستشفى، لكنه بيفضل عايش. وبالرغم من اللي حصل إلا إنه بيرفض ياكل من أكل المستشفى لأنه رديء. وبتضطر شيا تطبخ له شعرية من اللي كانت بتعملها في المطعم القديم، وبتروح تزوره لكنه في الأول بيتكرج عليها وما بيكونش عايز ياكل. وبتحكي له شيا إن جدتها هي اللي اخترعت الشعرية ومن ساعتها وعيلتها بقت مشهورة بيها، وبيدوق معلقة منها وبتعجبه لكن ما بيرضاش يقول لها. وبيحكي لها عن السبب اللي خلاه يبقى شيف، وبيقول لها إن والده مات وهو صغير وكانوا فقراء، واضطرت مامته تشتغل خدامة في بيوت الناس الأغنياء، وكان نفسه يدوق الأكل بتاعهم. وفي مرة فتح التلاجة وخد طبق كافيار غالي، لكن ابن صاحب البيت شافه وقال عليه حرامي وطبق وقع منه واتكسر، واضطرت مامته تشتغل شهور عشان تسدد تمنه. وإن وقتها كان بينظف الأرض وداق الكافيار لكن طعمه معجبوش، ومن وقتها قرر يبقى شيف مشهور علشان يطبخ للناس الأغنياء
ويخليهم يتوسّروا ليه من الجوع، وبتستغرب شيا من كلامه وبتسيبه وبترجع البيت، لكنها بتعرف إن والدها تعب وراح المستشفى وبتروح على هناك وهي قلقانة، وعلشان هُم فُقرا ما كانوش عارفين ينقلوه في أوضة لوحده أو مستشفى أحسن، وتاني يوم بتروح مع الفريق لحفلة وبيكون الزباين صيادين، وبيصطادوا طائر نادر مهدد بالانقراض، وبيطلبوا من الشيف بول إنه يطبخه لهم، وبتكون شيا رافضة اللي بيحصل لإنه مخالف للقانون، لكن بول بيقول لها إنهم ما لهمش دعوة وإنهم بيصطادوا بس، لكنها ما بتقدرش تستحمل وبتقول إنها هتستقيل وبتسيبه وبتمشي، وبتكون محتاجة فلوس عشان مصاريف علاج والدها، وبتضطر تكلم توماس اللي اداها الكارت بتاعه، وبتروح تقابله وبيكون شايفها مميزة وبيعرض عليها يفتح لها مطعم وتبقى هي الشيف الرئيسي بتاعه، وبتوافق شيا وبتروح لجونو تطلب منه يشتغل معاها، لكنه بيرفض وبيقول لها إنها عشان تنجح لازم ما تدخلش مشاعر في شغلها وتبقى زي بول، وفعلا بتجمع شيا فريق وبيشتغل تحت إيدها وبتعمل قائمة طعام مميزة على ذوقها وبيعجبوا الناس بأكلها، ويبدأ المطعم يكبر وبيجيلها زباين من كل حتة لدرجة إنهم بيحجزوا قبلها بأسابيع، وبتتشهر في كل مكان، وأبوها وأخواتها كانوا فخورين بيها وبيهنيها توماس بنجاحها وبيعرفها إن في واحدة مشهورة حجزت المطعم وعايزة تعمل عيد ميلادها فيه، وهيحضر كتير من الناس الأغنياء وبيطلب منها تعمل قائمة أكل مميزة، وبالليل بيروح الشيف بول يزورها وبتتفاجئ شيا لما بتشوفه وبتقدم له طبقين من اللي هي بتعملهم، تطلب منه يقول رأيه ولكنه بيقول لها إنه رأيه ملهوش لازمة دلوقتي، إنها بقت طباخة شاطرة وعندها زباين كتير، وبيعرفها إنه هيشوفها تاني وإنه هيكون في حفلة عيد الميلاد بتاعت الست الغنية لأنها أجرته هو كمان علشان يطبخ لها، يعني هيكون في منافسة ما بينهم، وبيجي يوم الحفلة وبتوصل الست الغنية وما بيكونش حد مهتم بشيا والكل بيسأل على الشيف بول وبيروح يتصور معاه، وبتحس شيا بالإحباط لكنها بتتفاجأ بجون لوحدها وبيشجعها وبيقول لها تثق في نفسها وإنها تقدر تكسب بول، وبتتشجع شيا وبتبدأ تطبخ قائمة الأكل بتاعة المطعم والكل بيبدأ يشم الريحة وبيتفرج عليها وهي بتطبخ وبيكونوا مبهورين بموهبتها، وبتروح صاحبة عيد الميلاد وبتدوق الأكل وبيعجبها وبتفضل تاكل هي وصاحبتها وهما مبسوطين، وبتفرح شيا بتفتكر إنها كسبت التحدي، لكن فجأة بيبدأ الشيف بول العرض بتاعه وبيقفل النور وبتنزل من السقف قطعة لحمة كبيرة وبيجرب منها بول وهو ماسك السكينة وبيبدأ يقطعها بطريقة غريبة وبيحط عليها بهارات وبيسويها بالنار قدام كل الضيوف اللي بينبهروا بالطقوس الغريبة اللي بيعملها، وبتجرب منه صاحبة العيد ميلاد وبتدوق اللحمة وبيبدأوا باقي الضيوف يزوروا هما كمان علشان ياكلوا معاها، وبيفضل الشيف بول يبص لشيا بنظرات انتصار كأنه كسب التحدي، لكن شيا بترفض تستسلم وبتقرر تعمل الحاجة اللي هي متميزة فيها وهي الشعرية اللي ورثتها من عيلتها، وبتعملها وهي بتفتكر ذكرياتها مع أهلها وبتقدمها للضيوف وبتقول لهم إنها أكلة بسيطة لكنها معمولة بحب وبتحسس اللي بياكلها بالأمان، وبيعجب الضيوف بكلامها وبيبدأ ياكلوا هما مبسوطين، وبيرفض بول إنه يتهزم وبيقرر يعمل الشوربة اللي هو مميز فيها وبيجروا الضيوف علشان يجربوها وبتعجبهم مع إنها معمولة من مية الحنفية، وبيروح بول لشيا وبيقول لها إن الناس ما بتهتمش بالأكل وإنهم بس بيهتموا بالمظاهر، وبيكون فاكر إنه انتصر عليها، لكن فجأة بتوصل الشرطة وبتقبض عليه وبيتضح إن جون صوره فيديو وهو بيطبخ الطائر المهدد بالانقراض، وبيعرف الكل إنه خالف القانون، لكن بول بيزعج وبيقول لشيا إن الطائر اللي حبسه هو اللي هيرجعه تاني لأن الناس الأغنياء هيطلبوه علشان يجربوه وإنه هيرجع أقوى من الأول، وبعدها بتبدأ حفلة عيد الميلاد وبيبدأ الناس الأغنياء ترقص كأن مفيش حاجة حصلت، وبيروح توماس يتكلم مع شيا وبيهنيها إنها كسبت الشيف بول وبيقول لها إنه خلاص عصره انتهى وجي دورها عشان تكون أشهر طباخة، لكنها بتكون زعلانة علشان كسبته بطريقة مش شريفة وبتبص على الناس الأغنياء وهي بترقص وبتعرف إنها علشان تحافظ على شهرتها كأحسن طباخة هتعمل حاجات تخلف مبادئها علشان ترضي الأغنياء، وتسيب الحفلة وبتخرج من المطعم وبتفضل ماشية في الشارع وبتبص على الناس الفقراء اللي هي كانت في يوم من الأيام واحدة منهم، وبترجع للمطعم بتاعها وتقابل والدها وأول ما بتشوفها بتروح تحضنه وهي بتعيط وبتمسك الطاسة وبتقرر ترجع للمطعم تاني وتعمل الشعرية اللي هي ورثتها على عيلتها، وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.